من ناحية من المعاناة يعني تخلق لما كاينة فئة تعاني في صمت رهيب جدا. الطبخ الخالي من الجلوتين باش نكذبوش على بعضنا ماهوش سهل، حتى انه عادوا يسموني مدام سيلياك. السيدة عصام صباح شهرة أم أمجد، سيلياكية ورئيس جمعية مرضى السيلياك لولاية قسنطينة، ومختصة في الطبخ الخالي من الجلوتين. أنا تاني عانيت من مرض السيلياك، عانيت كثير، وفي البداية التقبل تاعو صعب. الدقيق الخالي من الجلوتين راهو يفتقر للكثير يعني معادن وكثير بزاف حوايج يعني اللي يخليو العجين يتماسك. لما كانت تستنجح لي الوصفات في البداية كنت نفرح، والفرحة تاعي ما نخليهاش لي أنا، نقولها للمرضى اللي كيما أنا ونعطيهم الوصفة. نشأت صفحة مطبخ أم أمجد، وكاين مجموعات السيلياك في مواقع التواصل ثاني في الانترنت من كل البلدان العربية ومن كل الولايات. فدت مرضى كثير بالوصفات الخالية من الجلوتين، والحمد لله نجحت لهم. وهذاك النجاح الوصفات اللي القصدة للأم أمجد. بدأت ندير معارض بالمناسبات الوطنية والدينية وندمج فيه مرضى السيلياك، حتى هما من حقهم يعني يشاركوا في المناسبات الوطنية والدينية. حتى الأطفال من حقهم أنهم يتفسحوا ويخرجوا رحلات. المرأة من حقها أنها تحتفل بعيد المرأة، بتحتفل بكيكة بدون جلوتين. كان حلمي أنه مريض السيلياك لما يخرج يعني هو ثاني يحب يكون عنده محل وين يلقى الوجبات الساخنة، يلقى الخبز الساخن، يلقى البيتزا، يلقى محاجب. والحمد لله يعني تعبت، ما نقولوش ما جاتش بالسهل حتى يعني تحقق جزء من الحلم. يعني اني عملت محل جد متواضع نوفر فيه الخبز الساخن للمرضى السيلياك، ونوفر فيه الوجبات الساخنه للمرضى السيلياك. ان شاء الله يا ربي الطموح كبير انه يكون باذن الله مطعم، ولما لا مطعم خالي من الجلوتين. شوف يعني مريض السيلياك فوق الطابله وياكل في البيتزا وياكل في المحاجب، ما نقدرش نوصف لك الشعور يعني جد رائع. يعني كان حلم ان يعني نوفر لمريض السيلياك هكا وجبه ساخنه وياكلها. يعني صدقيني كي نعود نشوفهم هكا يعني الدنيا ما تهزنيش.